بما ان الشتا خلاص هيبدا، تعالوا بقى نعمل حمص الشام سريع جدا وهيعجبكم قوي. بصوا بقى، اول حاجه جبت الحمص وحطيته من بالليل الصبح في ميه. بصوا بقى تاني يوم حجمه تضاعف ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى حله على النار، حطيت فيها معلقتين كبار ملح، وكمان حطيت عليهم نص معلقه كركم، وعليها معلقه كبيره كمون، ونص معلقه بابريكا، وعليها معلقه كبيره برده جنزبيل مطحون، ومعلقه توم مفروم، ومعلقه صلصه، وطماطمايه مفتوحه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وقلبتهم بقى كويس، وبعد كده حطيت عليهم الحمص بعد ما طبعا ما رميت الميه وغسلته يعني غسله كده حلوه. بس بقى وهغطي الحله وهسيبهم لحد ما يستووا خالص. بجد يا جماعه بصوا، اصلا اللون حلو من قبل ما يتعمل. بصوا بقى بعد ما استوى كان شكله حلو والريحه كانت تحفه. وانا ما بحبش بصراحه احط عليه بصل، بحسه بيبقى شوربه قوي كده في نفسه. بصوا كنت بوريكم قد ايه هو مستوي. تعالوا بقى يلا نجيب كده الكوبايه، وحطيت فيها ليمون وحطيت كمان شطه. طبعا اختياري لو مش عايزين يعني تحطوا، بس هو انا شايفه ان حمص الشام حلاوته كده ان هو يبقى حراق. بعد كده بقى حطينا الحمص